تعرف صيادين الأفيال بيصيدوا الفيل إزاي بحجمه الكبير ده؟ وإيه الطريقة أو الحيلة الغريبة اللي بيستخدموها علشان يعرفوا يصطادوه؟ قبل ما أقول لك المعلومة ما تنساش تظبطني بلايكك الجميل وتشير الفيديو لو الفيديو عجبك. عندما يقوم الصيادون باصطياد فيل حي لترويضه بيستعملوا حيلة للتمكن من الفيل الضخم صعب المراس، واللي هو يعني صعب التحكم فيه. بيحفروا في الطريق اللي بيمشي فيه حفرة عميقة بحجم الفيل ويغطوها، ولما يقع فيها الفيل ما بيقدرش يخرج. كمان الصيادين مش بيجروا على إخراجه لأنهم على الأغلب هيموتوا، فبيلجأوا لحيلة غريبة. الحيلة إنهم بيقسموا نفسيهم إلى قسمين، قسم منهم بيلبس أحمر والقسم التاني بيلبس أزرق، وده علشان الفيل يميز بين اللونين. فبيجي الصيادين اللي لابسين أحمر ويفضلوا يضربوا في الفيل بالعصيان ويعذبوه، فطبعا الفيل بيكون غضبان جدا لأنه مش قادر يتحرك أو يدافع عن نفسه. بعدين بيجي الصيادين اللي لابسين لون أزرق ويطردوا الصيادين اللي لابسين اللون الأحمر، ويفضلوا يطبطبوا ويمسحوا على جسم الفيل وكمان يدوله أكل ومية، لكنهم مش بيخرجوه من الحفرة اللي وقع فيها. وبعد كده بيسيبوه يمشوا، وبتتكرر الحكاية دي كذا مرة. يجي الصيادين اللي لابسين أحمر يفضلوا يعذبوا ويضربوا في الفيل وكمان يزودوا مدة الضرب والتعذيب، وبعد كده يجي الصيادين اللي لابسين أزرق يطردوا اللي لابسين أحمر ويطبطبوا على الفيل ويدوله أكل ومية. ومع تكرار الحكاية بيبدأ يشعر الفيل بمودة كبيرة للصياد الأزرق اللي هو الطيب اللي بيفضل يطبطب عليه، ويفضل ينتظروا كل يوم علشان يخلصوا من الصياد الأحمر الشرير. لغاية ما في يوم من الأيام بيجي الصياد الأزرق الطيب يساعد الفيل الضخم ويخرجه من الحفرة اللي وقع فيها. الفيل يا عيني بيطلع معاه بكل خضوع وود ويمشي معاه زي ما يوديه. لكن هنا اللي ما خطرش في بالي الفيل، وخلي بالك من دي، ان الصياد الطيب ده بما انه يقدر يطلعه من الحفرة، فليه سابه كل الوقت ده وهو بيتعرض للتعذيب من الصياد الشرير؟ وليه ما انقذوش من اول يوم وطلعه من الحفرة؟ وليه كان بيكتفي بس بطرد الاشرار فقط؟ وبالطريقة دي بيوصل عدوك الذكي لأهدافه منك، وانت يا عيني بتفتكره بينقذك، بل وبتشكره ان هو انقذك، وما تعرفش ان هو اصلا سبب اللي انت فيه من ألم وبلاء. فخليك ذكي وما تكونش زي الفيل اللي من السهل ترويضه. وبس كده يا سيدي، لو عجبتك القصة ما تنساش اللايك والشير، ونشوفك على خير. السلام عليكم.